كل كون من الأكوان المتعددة دي بيكون في حاله ومنفصل تماما عن الباقيين، ولكن أحيانا بطرق علمية أو سحرية ممكن شخصيات يسافروا من كون لكون آخر، وممكن عادي جدا شخصيات من أكوان الكوميكس تروح لأكوان أفلام أو أنيميشنز، أو شخصيات من كون ألعاب تخش جوه كون كوميكس. عندك مثلا سبايدر مان بتاع لعبة البلاي ستيشن اللي نزلت في 2018 ظهر في الكوميكس وحارب جنبا لجنب مع نسخ سبايدر مان من أكوان تانية أثناء أحداث قصة سبايدر جيدن. وشايفين سبايدر مان اللي ورا ده لو البدلة بتاعته مألوفة ليك فده لانه احتمال بالفعل يكون سبايدر مان بتاع عالم مارفل السينمائي، يعني اللي تحت قناع سبايدر مان ده غالبا هو توم هولاند. اما مارفل بقى على الجانب الاخر فيها مالتيفيرس واحد في كل اليونيفرسز بتاعتها، ولكن كل يونيفرس من دول عنده القدرة انه يتفرع لتايم لاينز او مسارات زمنية فرعية في حاجة اسمها نيكسس ايفنت. النيكسس ايفنت ممكن يحصل بشكل طبيعي خلال حدث اسمه دايفيرجنس او التفرع. الدايفيرجنس هو العملية الطبيعية اللي بتنشأ بيها الأكوان المتعددة، ودي بتحصل لما كون من الأكوان يحصل فيه حدث ليه كذا احتمال. ساعتها ممكن ينشأ أكوان متوازية كل واحد فيهم بياخد احتمال من الاحتمالات دي، وطبعا بما ان في عدد لا نهائي من الأحداث اللي ليها عدد لا نهائي من الاحتمالات ففي عدد لا نهائي من الأكوان. بس في طريقة تانية ممكن أكوان جديدة تنشأ بيها، وهي السفر عبر الزمن. ثالث سبب ممكن ينشأ منه أكوان جديدة هو السفر عبر الأكوان المختلفة، زي ما حصل في سبايدر مان نو واي هوم.